السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم شباب؟ معكم أحمد حكيم وهي حلقة جديدة من حكيم ستيشن. النهاردة هنعمل موديلنج للإزازة دي بس بطريقة مختلفة. هنستخدم فيه الفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر، وده تكنيك مختلف تماما عن البوكس موديلنج اللي احنا بنشتغل بيه، اللي هو التقليدي اللي احنا متعودين عليه. طريقة الموديلنج دي بتساعدك ان انت تطلع اشكال اورجانيك وحاجات معقدة بخطوات بسيطة جدا. فيلا بينا نشوف الإزازة دي اتعملت ازاي مع بعض. انا هقول له كنترول ان، افتح لي صفحة جديدة وهحط باك جراوند. انا عايز اعمل ازازة سبرايت دي، عندي صورة ليها كده، فهسحبها عندي في السينما 4 دي، احطها في الفرونت. وعشان اجيب السيتنجز بتاعت الباك جراوند دي بروح على مود وبروح على فيو سيتنجز، وهنا عندي السكيل اصغر طبعا يعني 800 ده كتير جدا، ممكن نخليها مثلا 100 او حتى 50 زي كده. طيب انا تقريبا مش هعمل شغل موديلنج، يعني يا دوبك انا هرص حاجات معينه كده، عناصر معينه. يعني هحط سلندر وهحط السفيرز دي، هستخدم كلونر، وهحط هنا كون وهحط هنا سفيرز، وهدمج الكلام ده كله معايا بالفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر. طيب خلينا نكبر الكلام ده. هنزل سلندر، اظبط حجمها شويه كده، وازود السيجمنت بتاعت الهايت شويه عشان عايز اضيف لها بولج. فبضغط شيفت كده وانا مختارها، وبروح هنا ويبقى اختار البولج. انا ضغط شيفت فجت تشيلدرن ليها، وهقول له اعمل لي بولج كده يعني حاجه بسيطه. وبعدين هاجي اقول له انا عايز كون. بالشكل ده ممكن اجي هنا اقول له التوب ريديوس زوده لي كده شويه. يعني حاجه زي كده مثلا. والجزء اللي فوق ده ممكن احط له تيوب او سلندر. خلينا نحط له سلندر. انا هلغي الجريد دي بس. وهاجي هنا انا عايز اعمل السفيرز دول الصغيرين، اقول له اديني سفير، صغر لي حجمها، خليها مثلا 5، ونحطها في كلونر. اضغط عليها الت واضغط كده على كلونر، اتحطت معايا في كلونر. اقول له انا عايز الكلونر ده ريديال، ويصغر لي الريديوس بتاعه بالشكل ده بحيث ان هو يكون حوالين السلندر بتاعي. وابدا ازود العدد يعني بناء على اللي شايفه. يعني هنا احنا عندنا 1 2 3 4 5، ونقول زيهم الناحية التانية مثلا، فممكن يكون عندنا 10. وهنحط الكلونر جوه كلونر تاني، وهنقول له في الحالة دي احنا عايزينك لينير، عايزينهم بقى نكررهم لفوق. وهقول له صغر لي المسافات زي كده وانزل شوية. وعندي 1 2 3 4 5، 5 صفوف، فهقول له اعمل لي 5 كده. نخلي المسافة زي كده. محتاجين نصغر السفير شوية، ممكن نخليها 2.5، وهنشوف يعني لو احتاجنا نكبرها نكبرها. بروح كده على البرسبكتيف، شوف انا عملت ايه.
تمام. محتاج ازود بس السفيرز اللي تحت دول اللي انا هشكل بيهم الجزء اللي تحت ده، فهقول له اديلي سفير ويخليها لي مثلا 20، أو طبعا كبيرة جدا خليها كده، ويخلي دي مثلا 30 سيجمنت، وهضغط سي من الكيبورد عشان احولها لريد بولي، وهقول له اعمل لي سكيل للكلام ده يعني في اتجاه الواي زي كده، وهحطها برضو جوه كلونر، احطها كده. وعايز الكلونر برضو نفس الكلام ريديال، وهنقلل الراديوس كده، هنخلي عددهم مثلا 5 6، خليكم 6. وهنيجي كده نبص هنلاقي الشكل العجيب ده الغير متماسك معانا، فهنبدأ نشتغل عليه. هحط من هنا الفوليوم بيلدر. طيب الفوليوم بيلدر لو ضغطت عليه كده بيظهر لي الاوبشنز بتاعته اللي هي الفوليوم بيلدر والفوليوم ميشر والافكتس بتاعت السموث اللي هي الاس دي اف سموث والفوج سموث والفيكتور سموث. دول الرئيسيين معانا. احنا بنستخدم اولا الفوليوم بيلدر عشان نبني بيه الفوليوم. الفوليوم يعني بيتعامل مع الاوبجكت بتاعك مش كبوليجونز، بيتعامل معاك كفوكسل. الناس اللي بتشتغل مثلا في السوائل او الدخان او الكلام ده عارفين الفوكسل ده تكنيك مختلف عن البوليجونز. فالفوليوم بيشتغل بالطريقه دي، بيعمل لك زي يونيون او سبتراكت، يعني بيعمل لك دمج او فصل للاجزاء بتكنيك الفوكسل. وبعد ما بتحط الفوليوم بيلدر عشان تحولها لمش بنحطها جوه فوليوم ميشر. دي كل القصة، وبرضه بنقدر نتحكم فيها تحكم كامل. يعني ميزة الموضوع ان الدنيا هنا بروسيدجرال، يعني اقدر اعدل مثلا في عدد السفيرز دي. انا مش بعمل حفر بقى وموديلنج لا، كل حاجة عندي قبل انها تتعدل، فده جمال الموضوع. طيب انا هحط هنا فوليوم بيلدر وهسحب الكلام ده كله واحطه جواه، فهبص الاقي الدنيا اتحولت معايا للشكل ده. هروح على الفوليوم بيلدر وفي الاتريبيوتس بتاعته هروح اول حاجه على الفوكسل سايز. الفوكسل سايز دي كل ما بيزيد معاك حجمها بيبقى عدد فوكسل اقل، فتلاقي الدنيا كده انت مش فاهم في ايه، يعني الدنيا كده داخله في بعضها. فاحنا بنقلل الكلام ده، نقول له مثلا خليها 2 سنتي، فيبدا يظهر الدنيا معانا بالشكل ده. طيب لو قللناها مثلا ل1 سنتي، خليني اروح كده على السلندر دي اللي هي السلندر الرئيسية، ونروح على الروتيشن سيجمنتس، وبدل ما هم 16 مثلا نخليهم 60، يعني هنزودهم شوية. وهروح على الكون برضو ازود السيجمنتس بتاعته بتاعت الروتيشن، اخليهم برضو 60 حاجة زي كده مثلا، وهبص كده. طيب انا عندي السفيرز دي عايزها سبتراكت او استثناء، يعني تتشال مكانها، مش عايزها تبقى بارزة زي كده. طبعا موضوع البروز ده كل حاجة ليها استخداماتها. يعني أنا لو جيت مثلا، خلينا بس نسمي الحاجات عشان ما نتوهش. يعني احنا دول كده، خلينا نسمي الكلونر الكبير ده نسميه small spheres، عشان احنا عندنا spheres اكبر اللي هم دول هنسميهم large spheres. خلينا نقفل الكلام ده. طيب هرجع تاني على الفوليوم بيلدر، وهنزل تحت هنا هلاقي في الاتريبيوتس بتاعته اول حاجه الفوليوم تايب. الساين ديستانس فيلد هو ده اللي احنا شغالين بيه الموديلنج. الفوج ده بيعمل لك حاجه اللي هو زي الفوج زي الضباب، يعني ممكن تستخدمه في عمل كلاودز في حاجات زي كده. والفيكتور ليه شغل تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي، بس اللي يهمنا اللي احنا هنستخدمه في عمليه الموديلنج عشان يطلع لنا حاجه نتيجه سريعه شبه البوكس موديلنج اللي هو الساين ديستانس فيلد. واحنا مختارينه كده قلنا الفوكسل سايز ده اللي هو كل ما بتصغره بيظهر لك التفاصيل بشكل افضل. وهنا عندك كل العناصر اللي انت ضايفها. يعني نفترض مثلا انا ضفت اي حاجه، يعني ضفت اي عنصر جديد هنا، مثلا سفير هنقول له 10، والسفير دي اهي مثلا هنا، وانا عايز اضيفها معايا في الفوليوم بيلدر، فببساطه بسحبها كده فدخلت معايا
رغم انها مش موجودة هنا، يعني مش موجودة كتشيلدرن، لكن دخلت معايا تحت الفوليوم بيلدر. دلت الكلام ده انا مش عايزها. وهرجع تاني ابص في حاجة عندي اسمها الاس دي اف سموث، لو ضغطت عليها كده بيديلي الاوبشنز بتاعت السموث دي. طيب انا عايز اضيف اس دي اف سموث. هنا لو غيرت الفوليوم تايب بيغير لك نوع السموث. يعني شايف السموث دول للاس دي اف والفوج والفيكتور دول بيتغيروا هنا مع تغييرك للتايب بتاع الفوليوم. يعني هنا انا غيرت فوج فبيقول لك فوج سموث. هرجع تاني كده للساينت وهقول له اديني اس دي اف سموث. هتبص تلاقي كده الدنيا ساحت قوي معاك. حتى هنا بص الفرق اللي كان بين السلندر والكون والجزء اللي تحت ده كله اختفى. فاروح على الاس دي اف سموث. انا مش عايز الدنيا تبقى سايحه قوي كده، هقول له السترينث قللها لي شويه، يعني كده مثلا. وهروح عندي على السفيرز الصغيرين اللي هم السمول سفيرز دول، وهقول له بدل ما هم يونيون انا عايزهم سبتراكت. انا عايزك تشيلهم. هم مش باينين قوي عشان ممكن السفير تكون صغيره. خلينا نزودها كده الضعف. وخلينا نرجع على الفوليوم بيلدر. هوقف بس الاس دي اف سموث دلوقتي. طيب هي مش صغيره، خليهم كده 2.5 زي ما احنا عاملينهم او 3. وهنرجع على السموث مرة تانية، نقلله شوية كده. وهاجي عندي على السفيرز اللي تحت، هم اللارج سفيرز دول. بص كده انا حاسس انهم عايزين الراديوس بتاع الكلونر يظهر شوية، يعني حاجة زي كده. ممكن اعمل فيه روتيشن اشوف برضو ترانسفورم كده، يعني حاجة خفيفة زي كده. وممكن امسك السفير نفسها واعمل لها سكيل، وامسك الكلونر كله واطلع بيه شوية. خلينا نميل كده كمان. انا مش عايز ازود عن 6، اخليها كده بس نعمل سكيل للسفير بشكل كلي، يعني مش في الواي بس، هعمل لها سكيل كده نمسكها كلها. هعمل كده وهصغر برضو الراديوس شوية، يعني حاجة شبه كده. وهاجي بعد الفوليوم بيلدر كده احط فوليوم مش، اللي هو انت كده مثلا لو جيت تعمل تيست ريندر هو مش شايف حاجة، انت ما عندكش حاجة، هو مش عارف يتعامل مع الفوكسل. فانت عشان يتعامل معاها كمش بتحط له الفوليوم ميشر زي كده، وبتسحب الكلام ده كله وتحطه تشيلدرن للفوليوم ميشر. بص كده لما حطيناه برضو ضاف لك هنا الثموس. يعني لو رحنا كده على الفوليوم ميشر برضو هتلاقي هنا الثريشولد، تقدر تقلل او تزود الافكت بتاعها. وبيظهر معاك الموضوع بالشكل ده. باقي الاجزاء دي ممكن نقول له خلاص احنا دي ايه، يعني دي ممكن نعمل لها موديلنج عادي. يعني احنا بس عايزين نوضح الوظيفة بتاعت الفوليوم بيلدر. يعني انا شايف هنا ان البولج ده يعني حاسه عايز يبقى لبره كده. بص يعني ده جمال الموضوع، يعني الحاجة معايا procedural زي ما قلنا، يعني قابلة للتعديل في كل مراحلها.
لو جيت هنا مثلا وعندي السمول سفيرز دول اللي هم اختفوا، وهبص كده يعني لو بصيت عندي على الريفرنس هلاقي ان انا وصلت لحاجة قريبة قوي من الريفرنس بتاعي بتكتين 3. وهبص كده على الريفرنس بتاعي، خلينا كده نفتح البيور ريف. ده يا جماعة برنامج صغير كده هتلاقيني شارحه على القناة، اسمه بيور ريف، يعني بستخدمه كده، هو بيبقى فوق كل البرامج وانت شغال. لو حابب تحط عليه مثلا باك جراوند تشتغل عليها، حابب تعمل منه مود بورد، يعني ليه استخدامات كتير. هحط لكم لينك الحلقة اللي انا شارحه فيها في الديسكريبشن. هقول له السمول سفيرز دول تعالى كده، يعني الهايت عالي قوي، هما يا دوبك يعني في المكان ده. وهنصغر ونصغر الريديوس بتاعها، خليها 2، يعني حاجة زي كده. وهنيجي هنا برضو بولج ده، وممكن نضيف للجزء ده تيوب حوالين دايرة عشان نعرف نحط عليه الستيكر بتاع السبرايت. طيب في سؤال دلوقتي، انا عندي بص كده لو ضغطت ان بي هبص الاقي المش بالشكل ده ضايعه. طيب انا لو جيت هنا عايز اضيف الستيكر بس مش عايز اضيفه على تيوب، انا عايز اضيفه على نفس الاوبجكت بتاعي، هلاقي ان عندي المش ضايعه زي ما احنا شايفين كده بعد ما ضغطنا ان بي. حتى لو عملت الكلام ده editable poly، يعني انا لو خدت كوبي، يعني خلينا نسمي دي sprite bottle، وخلينا ناخد منها كوبي كنترول وهسحب واخفي الكلام ده، وهمسك دي اضغط على العجله بتاعت الماوس اللي في النص عشان يعمل لي سيلكت لكل حاجه، ورايت كليك وهقول له كونكت اوبجكتس وديليت، وصل لي الكلام ده كله ببعضه واعمل لي ديليت. انا لو مسكت الكلام ده خلينا نعمل له ايزوليت. لو فكرت ان احط الستيكر هنا يعني انا هتعذب، لو يعني لو حبيت ان انا اعمل سيت سيلكشن هنا مش هيظبط معايا خالص، المش فيها مشاكل. في حاجات كده، في مثلثات وفي حاجات مظبوطه وفي حاجات الدنيا المش هنا زياده وهنا قليله، يعني هنا هتبص في زياده في الفوكسل او اللي هو دلوقتي بقى اتحول لبوليجون بعد ما حولناه. فعايزين نظبط الكلام ده، عشان نظبط الكلام ده هنروح على الريمش، هنضيف لها ريمش ببساطه من هنا، وهنقول له ريمش ويحط لي الكلام ده جواه كده. هيبدأ هنا يقول لك ان هو بيعمل calculation remesh processing sprite bottle. الريمش ده بيعمل لك اعادة بناء للمش بتاعتك او للبوليجونز بتاعتك ويوزعها لك بطريقة سليمة ومظبوطة عشان تقدر تعمل فيها كنترول كأنك عاملها بطريقة الموديلنج العادية او البوكس موديلنج. هو بياخد شوية وقت، وبعد ما بيخلص بتظهر لك بالشكل الجميل ده، الدنيا سموث. خليني الغي الجريد بس وانزل الكلام ده. بص كده الشكل عندك جريد او مش منتظمه جدا، والدنيا تمام موزعها لك بشكل مظبوط، مفيش حاجات فيها مثلا كثافه وحاجات خفيفه، لا نظم لك الدنيا. لو بصيت هنا من تحت هتلاقي الدنيا سليمه جدا. لو حسيت ان عدد البوليجونز كتير او المشهد عندك فيه عناصر كتير مش حاجه واحده زي اللي معانا دلوقتي،
فممكن تيجي على الريمش وتقلل المش دينستي دي، ممكن تخليها مثلا 80% 90%، فهيعمل لك كالكوليشنز مرة تانية هنا هتظهر، بس هيقلل لك عدد البوليجونز، وتشوف تظبط لحد ما يبقى الموضوع مقبول بالنسبة لك. بعد ما خلصت الخطوة دي هختار التو اوبجكتس دول وهقول له كونكت اوبجكتس وديليت برضو، فهيخليها لي بالشكل ده. هروح بقى على البوليجونز اللي انا عايز اعمل لها سيلكشن للستيكر اللي كان مستحيل اختارها وهي بالطريقة اللي قبل كده قبل ما نعمل ريمش، وهعمل سيلكشن على الكلام ده، وهروح على سيلكت وهقول له ستور سيلكشن هنا، وهسمي السيلكشن بتاعي ده مثلا ليبل او ستيكر او زي ما تحب، وهرجع وابدا بقى ادي الماتيريال بتاعتي من غير اي مشاكل. خلينا نقفل الكلام ده. لو جيت هنا مثلا وقلت له يعني حاجه زي كده مثلا، واديتها الازازه بالكامل، وبعدين دي هعتبرها الستيكر، هحطها هنا وهحط لها set selection عشان يبقى للستيكر بس. وهقفل الايزوليت برضو عشان يرجع معايا باقي العناصر، وهتبقى دي الازازه معاك يعني بكل بساطه. طبعا احنا هنا الحاجات دي عايزه تتظبط شويه، بس احنا بقينا التكنيك اللي كنا حابين نوضحه في حلقه النهارده. بس هنبص كده، بص يعني الازازه لا طالعه جميله. يعني انت عشان تعمل مثلا شكل زي ده في الموديلنج، وعشان تعمل السفيرز اللي داخله دي وتفضل تعمل بيفل واكسترود والكلام ده، يعني عندك حتى هنا لو ضغطنا ان جي بص مفيش مشاكل يعني ناتجه عن دمج مثلا الكون اللي كان معانا هنا مع السلندر. الدنيا هو ربط لك الدنيا بشكل سليم جدا. هنا برضو السفيرز المش سليمه جدا مفيهاش اي مشكله. طبعا ممكن اضيف اللوجو زي ما انا عايز، اجيبه كسبلاين واعمل له اكسترود واضيفه هنا، ونضيف تفاصيل زي ما احنا عايزين. وهنيجي هنا الماتيريال دي مثلا هنقول له احنا عايزين في الديفيوز هنا صورة، وهناخد الستيكر ده مثلا وهنقول له ضيفولي على الجزء ده، وممكن نعمل له شوية سكيل. انا مش عايز فيه تايل، يعني حاجة شبه كده. احنا دي مش حلقة ماتيريال او تكتشر، بس عشان نشوف الشكل بتاع الاوبجكت بتاعنا. بس كده يا شباب، دي حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون فادتك وضافت لك شوية معلومات. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس وشير الحلقة مع اي حد مهتم. كان معاكم احمد حكيم من حكيم ستيشن، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.